السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه على بالي كامل تحبوها بعد الولاد الصغار. انا اصلا نموت عليها اللي هي الشاورما، حاجه نظيفه ونقيه ديروها في الدار وتجي بزاف بنينه مع واحد الصوص توميه بلا بيض وبلا ما تكثروا هذاك الزيت بزاف. صدقوني الشاورما هذه حتعجبكم بالبزاف، الصوره راهي تهدر. وقبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تصليو وتسلموا على محمد عليه الصلاه والسلام. وهيا بسم الله. اذا اول حاجه عندي كميه دجاج على حسب افراد العائله، قصوه مرصوات باه يجينا كي الشاورما. حنزيد عليه باط ايور تاع ناتور، ونزيد عليه عصره تاع نص حبه قارص. وعندي التوابل هادو، عندي الملح، الفلفل الاسود، توابل الدجاج، كركم، شوي كمون وشوي زنجبيل. تحبوا زيدوا حمار اذا عندكم. عندي شويه زيت يعني حوالي 3 مغارف، وشوي طماطم مصبره. ونخلط كلش مع بعضه ونحطهم حتى يتماريناو في جهه. وهنا نرجع للصوص التوميه تاعي اللي عندي فيها 2 كيسان ونص تاع الماء، نحطهم ونزيد عليها هنا 4 مغارف كبار تاع نشاء، ما يكونوش بومبي بزاف، مايزينا. نخلطهم بارد في بارد ونحطهم على نار متوسطه حتى يعقدوا معايا كيما راكم تشوفوا. نحطها في صحن ونخليها حتى تبرد تماما، يعني خليوها تبرد مليح مليح. من جهه خلاف هنا كي تمارينا لي دجاج نحطو يتقلى يعني. هنايا تاني نجيب الفريد، كيما على بالكم شاورما لازمها الفريد، نحط نقليها. وهنا شوفوا غير يطلق لي الدجاج هاد لاصوص نحيها، يعني حاولوا تنحيوها ونرد الدجاج حتى يتحمر لي بهذه الطريقه. وهنا نرجع لهذيك الكريم توم، يعني هذيك اللي خليناها تبرد. بعد ما بردت لي مليح مليح نجيب هنا نحط عليها تاني عصره تاع نص حبه قارص، نحط عليها باطايور تاع ناتور وثلث سنه تاع توم ولا 4 كيما حبيتو. ونبدا نخلط فيها هنايا تحبوا بالبراميكسر، تحبوا بالميكسر النورمال تاعكم. نزيد عليها شويه ملح، شويه فلفل اسود، وشويه يعني جبن مش بزاف. ونزيد عليها هنا شويه زيت. بالنسبه للزيت مش حاجه كبيره، يعني حوالي 5 مغارف ولا 6 برك. وشوفوا القوام تاعها كيفاه يجي كريمي وتجي بزاف بنينه وخفيفه. هنا نرجع للخبز تاعي. انا حنستعمل الخبز تاع السوري هذا اللي يتباع يعني برا الرغيف، راهو ماهوش غالي بزاف. اذا حبيتوا تستعملوا التورتيلا ما كانش مشكل. وهنا نبدا نخدم في الشاورما تاعي. نحط هذاك الخبز تاعي تاع الرغيف، نزيد عليه الكريم تاع الثوم، شويه هريسه، شويه كورنيشو اذا عندكم، وشويه سلطه مقطعه، شويه بصل ثاني مقطع شرائح، البطاطا تاعي والدجاج اللي كنت قليته. وهذه هي الشاورما تاعي. انا نحب نعمرها هكا، اذا حبيتوا تستغناو مثلا على البصله ولا كيما حبيتوا. وهنا نلفها على الطريقه الجزائريه، يعني حنا نلفوها هكا في المطاعم تاعنا يلفوها هكا. وبالنسبه للسوريين شفتهم بزاف يلفوها غير من جهه والجهه الفوقانيه يخليوها محلوله. انا صراحه عجبتني هكا خير، جاتني بزاف باهيه وتشهي. وهنا نروح في مقله نسخنها. شوفوا انايا المقله تاعي عفوا الطاجين تاعي كان سخون بزياده، على هذه تحمرت لي زياده، بصح معليش المهم الصح بكل في البنه. ندهنوها بهذيك لاصوص البنينه تاعنا. وهذه هي الشاورما تاعنا، ما عندي ما نحكي فيها. شوفوا الفيديوهات راني ما نطول لكمش فيهم، راني نديرهم قصار بزاف باه ما تملوش وما تقلقوش ويجيكم خفيف على قلبكم. وفي الاخر ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش ديروا لي جام وكومونتير مليح كيما نتوما، وابوني اذا ما كنتش مابونيني. وهذه هي الشاورما تاعنا، وما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.